تصدق بالله لا يا بوسكيتس، انت واد جدع ورجوله قوي علشان ضيعت ضربة جزاء النهارده. سيبك انت من اللي انت عملته مع برشلونة وانك طلعت عين اهلي اللي خلفوني وانا بتفرج عليك، بس اللي انت عملته النهارده ما عملهوش مهاجم المنتخب المغربي وليد شرويده. خليني اقول لك ان اهم ضربة جزاء دايما بتكون ضربة جزاء تالتة، حتى بعد ما تصدى اوناي سيمون لضربة جزاء بدر بنون رجع الامل تاني لاسبانيا ان هما ممكن يعودوا في ضربات الجزاء، لكن طبعا ضربة جزاء بوسكيتس نهت لكل حاجة. فوز تاريخي لمنتخبنا العربي المغربي بعد اداء جبار حرفيا قدموه قدام منتخب اسبانيا، لكن خليني اقول لك ان في كام كرة كده في الاخر كانوا هيخلوا قلبي يقع. تخيل ان انا في الفترة الاخيرة دي تابعت اهم ضربات ترجيح ممكن تعدي على المنتخبات. ضربات ترجيح منتخب مصر ضد الكاميرون في افريقيا، بعدها كوتوفوار، بعدها نخسر من السنغال في النهائي، بعدها نخسر من السنغال في اهم مباراة اللي هي تصفيات كاس العالم، بعدها يختمها المنتخب المغربي. فخليني اقول لك ان انا الادرينالين عندي في ضربات الجزاء حرفيا بقيت قاعد ممكن يحصل لي حاجة من كتر التوتر اللي انا بتفرج بيه. فبلا تشاو للمنتخب الاسباني، والحمد لله على صعود منتخبنا العربي المنتخب المغربي. فخر حرفيا لكل العرب ان المنتخب المغربي يتخطى دور ال 16 ويوصل لدور الثمانية. عايزين لسه المزيد، بقينا ان احنا طمعانين قوي في ان المنتخب المغربي يوصل لاكبر مكانة في كاس العالم. ننتظر المزيد من منتخبنا العربي المغربي مع كل الدعم ليهم ان شاء الله.